صباح الفل والهنا والسعادة على عيونكم يا حلوين. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهيا بنا نطبخ مع حنان وكيلو دقيق نخلينه كويس. نخلاه نزلت بمعلقة بيكنج باودر. قلبي قلبي، دي خطوة مهمة جدا جدا. قلبي البيكنج باودر مع الدقيق ودخلي هوا كده في الدقيق. طيب هاتي البوله بقى اللي هنعجن فيها. كوبايتين اتنين ميه دافيه سبتي منهم ربع. معلقه ونص سكر بتاعه الاكل. معلقه ونص خميره فوريه. قلبي قلبي الاول مع بعضهم. ايوه، اول ما هيدوبوا كده مع بعض هنزل بمعلقه خل. معلقه خل برضو تفتح العجين. طيب معايا 3 معالق زيت بتاع الطعام بتاعي، اي زيت عندك بيكون ملوش ريحه بس. وقلبي برضو كده. معلقتين 2 لبن بودر بتعزز العجينه. ما عندكيش مفيش مشكله، اشتغلي مش هتحصل حاجه، هي بتدي طعم حلو. معلقه ملح ممسوحه بتاعت الاكل برضو. كله هقلبه دوبته كده. انزل بايد بتقلب وايد بتنزل بالدقيق. واحده واحده. كل ما تعملي الخطوه دي بتدخل الهواء وبتخلي العجينه معانا هش. هتعملي ايه يا حنان؟ هعمل لكم فطاير حلوه وسهله وتعمليها وانت واقفه اصلا. طب يلا بينا. بعد ما هدوب العجين كده زي ما انتم شايفين في المواد السائله، هنزل بيها على السطح بتاع العمل اللي انا هشتغل بيه. رخامه بقى، ترابيزه، براحتك. عايزه تعجنيه في البوله مفيش مشكله. طيب الميه جبت ربع كوبايه ميه اعجن بس بيها ابل ايدي. انا مش عايزه العجينه بتلزق، انا عايزاها طريه وما بتلزقش. تتعمل ازاي؟ بالعجن. اما تساعديها بالعجن كل ما تعجنيها تبقى طريه ما تبقاش بتلزق قوي عشان تساعدك على الشغل. اهو بعد ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، بعد عجن 10 دقائق مسحه زيت. هتاخد نص ساعه بس في فرن بوتاجاز كده، ودخله الفرن. ودخلي معايا فلفل، مش الوحدتين، معايا كام وحدتين فلفل الوان، فلفل بلدي اللي موجود عندك. نضفيه كده وما تخليش فيه الابيض ده بتاعه، وقطعيه كده. اللي ما عندوش كبه هقول لك هنعمله ايه بالمخرط. المخرطه جميله وما بتخليهاش تجيب ميه، وبتقطعه تقطيع صغنون كده حلو. او عايزه تزودي الفلفل كمان زوديه، مفيش مشكله، بيبقى حلو جميل وبيزود الحشو. طب والفلفل 3 بصلات برضو قطعتهم برضو بالسكينه زي ما انتم شايفين، حتى لو في كبه مش هضربهم في الكب. طيب معلقه سمنه واحده بس في طاسه. نص لحمه مفرومه زي ما قلت لك. لو عايزه تقللي الكميه مفيش مشكله، اعملي نصها. نص لحمه مفرومه. نزلت بالبصل كله على بعضه الاول اتشمع. ليه؟ بتخليها طعمها حلو مسكر بعد ما تشمع. بصل طماطمتين 2 بشرهم. اللي نزلت بالفلفل، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، ده التوابل بس. ومعلقه 7 بهار ومعلقه ملح ممسوح. قلب قلب بقى كده، غطيها تسرد السوائل اللي فيه. طيب استوت؟ لا استنى خليها تستوي خالص. اول ما تفتحي كده بالمعلقه لقيت السوائل نازله كده في الطاسه، لا استنى عشان مش عايزاها فيها سوائل، عشان العجينه ما تبلش العجينه معانا. سيبيها تبرد بقى. لو عندك وقت وعاملاها من بدري مفيش مشكله. العجينه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. عارفين شايفين العجينه ملبن. اقسمها على 2 كوريها وهحطها غطيها وسيبيها برضو 10 دقايق تريح. انا اهم حاجه عندي تريح عشان تمط معانا براحتنا. طيب على مسحه دقيق كده وافرديها. هفردها بايديا بالنشابه. بقى اهم حاجه افرديها خالص. انا عايزه افردها بسمك بقى الصينيه اللي انا هفردها عليه. صينيه مدوره، صينيه مستطيله، كله شغال مفيش مشكله. بقى بالنسبه للي عندك انا اديك الفكره وانت اعمليها زي ما انت عايز. صينيه مستطيله كبيره اهو زي ما انتم شايفين. مش عارفه 30 في 36 باي 40 في 36. طيب رشيت عليها رشه دقيق كبيره. ليه؟ علشان ما تلزقش معانا. طب مش كامله بالعجله بقى. بالعجله وكام مش هتلزق يا حنان. لا العجينه مش بتلزق. اول هام العجينه حلوه متماسكه. رشت لها دقيق. الحشوه بردت عشان ما تسحش ولا تبوش العجينه من تحت. خدي بالك الخطوات دي كلها انا بقولها لك علشان لما تعملي حاجه ما تبصي منك، تبقي صح تدعي لي من قلبك دعوه حلوه. فردت الحشوه كده، كترت البصل، كترت الفلفل. ما شاء الله كيلو دقيق حطيت عليه نص كيلو لحمه. ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. عدد هتشوفوه في الاخر شكله ايه. طيب ماشي. خدت الجزء التاني بقى فردته برضو على قد الصينيه كده بعينيك، وبعد كده نبطها مفيش مشكله. افردها برضو على قد ما اقدر كده، على قد بقى الشكل اللي انا هعمل بيه بالنشابه بالعجله وبايديا واروح شايلاها. بصوا حنان مش عارفه اشيلها كده. اعملي صينيه صغيره، مش لازم صينيه كبيره كده، اعملي نص كيلو. بصوا حتى لو هي كانت كبيره اهي، بس ما شاء الله ايدك فيها البركه يا حنونه. يلا بينا. طبقي بقى، اهم حاجه طبقي الاطراف. فوق مش مشكله اللي هو مكلكع من فوق ولا مكرمشه من فوق، كله ده مع الفرد دلوقتي. وهفرد فردها بقى كلها كده بوسع الصينيه مره واحده. سهله وجميله وحلوه قوي. فطاير مش هتاخد منك وقت. جزئيها بقى، اعمليها بقى قطع كبيره زي قطع البيتزا. اعملي
تعمليها قطع مينيه زي اي القطع مينيه الجميله اللي احنا برضو بيشتروها الولاد كده. الفطاير دي جميله، ريحتها حلوه، الحشوه جميله. ممكن تعملي حشوه جبنات، ممكن تعملي بصل وجزر، وتعملي لو عايزين حشوات تانية ماشي مفيش مشكله، ممكن تعمليها بطاطس. اي حاجه حشوه بقى. طيب لبن مع نسكافيه قلبتهم مع رشه بابريكا، انا مش بحب البيض، اللي عايز بيض حط بيض. حطيت لبن 4 معالق لبن على نص معلقه نسكافيه اللي هو معانا، على رشه بابريكا عشان تدينا لون حلو قوي. طيب وقلبت وحطيت سكه ملح بسيطه. طيب رشيت حبه البركه كده، سبتها تريح يجي 10 دقائق عشان تنتفخ. الفرن مش هتاخد معايا تلت ساعه. ما شاء الله ما شغلتش عليهم الشوايه ولا ما شغلت الشوايه. مسحه بقى زيت، مسحه زبده لو عندك، مسحه سمنه بالفرشه كده وهي سخنه. بصوا بسم الله ما شاء الله. ممكن تغطيها بالفوطه كده تسيبيها ترتاح وتهدى. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. سلكتها سيبيها بس تبرد شويه صغننين كده عشان ايديك ما تتلسعش. بصوا بقى انا هعمل حركه دلوقتي، طبعا ما كانش ينفع اعملها لان انا ما فكرتش. قلبتها على اساس ان انا هقلب. طب هتقلبيها ازاي يا حاجه بقى تاني؟ صعب قوي. بص بسم الله ما شاء الله. بس كمان عشان حجمها كويس، مخدومه كويس جدا. شايفين بتتقلب معايا ازاي؟ ده تابلو، ده تابلو، ده مش فطاير والله العظيم تابلو. شايفين الفطاير؟ شايفين الجمال؟ شايفين الطريان؟ بصوا اكنكم قاعدين تورقهم وقاعدين تلفهم وترولهم. بجد بجد الطريقه حلوه قوي قوي قوي، جميله، طعمها حلو. مش مكلفه. ممكن تعملي بنص كيلو، اعملي ربع كيلو يا ست وجربي. اعمليها في صينيه صغيره خالص. مع حبه خضار بقى بتقضي بيهم. تحمري بطاطس لانش البوكس. فطار وغدا وعشاء. نهاركم سعيد. اشوف وشكم بخير فيديو